السلام عليكم الاخوان. بغيتي تشوف المعنى ديال الغدر او الخيانه ديال بصح صراحه اللي هاربه، خليني من المستوى ديال الدراري الصغار. السيد الخليفة الأول عبد الفتاح سعيد حسين خليل الزيزي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهورية وأن أحترم الدستور والقانون. هنا في هذا الفيديو هذا كيبان لنا ان تأدية القسم غير هضره وكلام، وصراحه حنا عارفين هادشي هذا، ولكن هذاك الشيء كيبقى على حساب الشخص. هو اللي واش كيحس بالقسم ومسلم وكيحس بداك الشيء اللي كيقول وعارف المسؤوليه اللي عليه ولا لا. كيما جات بحال السيسي اللي كيبان من شر ما خلق من الاخر. شو القسم وكيفاش كيهضر، واش انت كتخيل ان من بعد هذا غيحط هذا في الحبس وهذا غيولي بلاصتو؟ بزاف. كملوا معايا. الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلام الأراضي. غيحافظ على استقلال الوطن وتقريبا باع مصر كامله. شوفوا السيسي واقف مسكين بحال ما غيطرا والو، شوف على نيتو. كيدعي معاه من الفوق الاخوان. شو ربنا يوفقك ان شاء الله. تخيل معايا كيدعي مع اللي غيصيفطوا للحبس. صراحه فيديو كيعبر على الغدر ديال بصح اللي هارب صراحه، في القسم والحلوف والشهود قدام الناس. هنا صراحه صعيبه على المصريين. كيفاش كتقبل واحد حاكم كتشوف فيه دار هكا؟ يعني راه باينه في المشكل. فاقد الشيء لا يعطيه، يعني من البدايه السيد عوج. حياتي للقوات المسلحة، كل القيادات وكل القادة وكل الجنود وكل ناخد تحياتي وربنا يوفقك إن شاء الله. نتوما شوفوا الدعاء وكيفاش كيقول لي التحيه وهادي وما غيعطلوش. ناري تعبان. اول حاجه بعد اللي نسينا ما قلناهاش هو السيسي، انه عاطينه ورقه، يعني ما تيفهمش في هادشي هذا، كيعرف الغدر والقتيله وكيعرفش يكتب ولا يدير شي حاجه. عاطينه ورقه. هذا بعدا ماشي بحال الرئيس كرغلي، هذا بعدا عتقوه عطاو ورقه وقالوا ليه اش تقول باش ما يضحكوش عليه الناس.